السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم نحن رجعنا لتعليم اللغة العامية المصرية من اللغة الفصحى إن شاء الله. هنا نحن سنتعلم الحوار بين الطالبين. الحوار بين الطالبين في المعهد أو مثلا في الكلية أو أي مكان. يلا نبدأ. علي: السلام عليكم. يا محمد: كيف حالك اليوم؟ الفصحى: السلام عليكم. يا محمد: كيف حالك اليوم؟ والعامية المصرية نتكلم: علي: السلام عليك. يا محمد: عامل ايه النهاردة؟ عامل ايه النهاردة؟ عامل ايه النهاردة؟ النهاردة اليوم. السلام عليك يا محمد، كيف حالك اليوم؟ واللغة العامية المصرية: السلام عليك يا محمد، عامل ايه النهاردة؟ عامل ايه النهاردة؟ هكذا. عامل النهاردة، عامل النهاردة. بعدين محمد يرد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا بخير، وأنت؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله أنا بخير، وأنت؟ واللغة المصرية: محمد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا حلو، وأنت؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا حلو، وأنت؟ الحمد لله أنا حلو، وأنت؟ هكذا. واللغة الفصحى: الحمد لله أنا بخير، أو بخير الحمد لله. أنا بخير والحمد لله. وأنت؟ ولغة مصرية: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا حلو، وأنت؟ أنا حلو، وأنت؟ بعدين أنا بخير. علي يرد: أنا بخير، جزاك الله خيرا. هل بدأت إجراءات الإقامة؟ هل بدأت إجراءات الإقامة؟ هذه اللغة الفصحى. وهنا اللغة المصرية: علي: أنا كويس، ربنا يجزيك. أنت بدأت إجراءات الإقامة؟ أنت بدأت إجراءات الإقامة. لو نحن نتكلم، نحن نستخدم جيم غين، نتكلم: أنت بدأت إجراءات الإقامة. أنت بدأت إجراءات الإقامة، أو أنت بدأت إجراءات الإقامة، هكذا. محمد: نعم، ذهبت إلى إدارة الوافدين وملأت استمارات الإقامة. لغة فصحى: نعم، ذهبت إلى إدارة الوافدين وملأت استمارات الإقامة. وهنا لغة عامية: محمد يتكلم: رحت إدارة الوافدين ومليت استمارة الإقامة. رحت إدارة الوافدين ومليت استمارة الإقامة. استمارة الإقامة. رحت ذهبت، ذهبت رحت لغة عامية مصرية. رحت إدارة الوافدين، رحت إدارات الوافدين ومليت استمارة الإقامة. مليت ملأت، ملأت لغة فصحى. مليت لغة عامية. مليت استمارة الإقامة، مليت استمارات الإقامة، هكذا. رحت إدارة الوافدين ومليت استمارة الإقامة. بعدين علي يرد: ممتاز. هل احتجت إلى تصديقات من السفارة؟ ممتاز، ده لغة فصحى. علي: ممتاز، هل احتجت إلى تصديقات من السفارة؟ وعامية مصرية: علي: تمام، كنت محتاج أي ورقة من السفارة؟ تمام، كنت محتاج. لو نستخدم غين نتكلم: محتاج، محتاج أي ورقة. قاف لو نتكلم غين نتكلم ورقة. تمام، كنت محتاج أي ورقة من السفارة، هكذا. لو نتكلم نتغير جيم جيم نتكلم:
كنت محتاج، كنت محتاج يعني علي يتكلم تمام. كنت محتاج أي ورقة. قاف نحن عرفنا في مصر يعني في لغة مصرية أو عامية مصرية هم يستخدمون قاف يعني على نوعان، يعني قاف يعني همزة أو قاف يعني غين. طيب لو نستخدم قاف يعني همزة نتكلم ورقة 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 هكذا. لو نستخدم غين نتكلم ورقة. طيب تمام. كنت محتاج. كنت عشان هنا هل احتجت إلى تصديقات من السفارة، وهنا نتكلم لغة عامية. تمام. كنت محتاج أي ورقة من السفارة، أو كنت محتاج أي ورقة من السفارة هكذا. بعدين محمد يتكلم نعم طلبوا مني تصديق الشهادة من السفارة ووزارة الخارجية. محمد تكلم نعم طلبوا مني تصديق الشهادة من السفارة ووزارة الخارجية. وهناك يرد باللغة عامية مصرية طلبوا إني أوثق الشهادة من السفارة والخارجية. طلبوا إني أوثق شهادة من السفارة والخارجية، يعني وزارة الخارجية، إما خارجية أو خارجية. وهنا وثق إما غين إما همزة. وثق يعني توثيق مكتبة التوثيق، إما مكتبة التوثيق أو إما مكتبة التوثيق. طيب محمد طلبوا إني أوثق شهادة من السفارة والخارجية، أو يعني نعم، يعني نتكلم في اللغة الفصحى، نحن نتكلم في اللغة الفصحى نعم، وهم مصريون أو هم في اللهجة المصرية يتكلم يعني نعم. طلبوا إني أوثق شهادة من السفارة والخارجية هكذا. طيب علي يتكلم أنا لم أبدأ بعد. هل الأمر صعب؟ علي يتكلم أنا لم أبدأ بعد. هل الأمر صعب؟ وهنا علي يعني في اللغة المصرية يتكلم أنا لسه ما بدأتش. أنا لسه ما بدأتش. ده الشغل صعبة. يعني علي يسأل في اللغة العامية المصرية نتكلم يعني أنا لسه ما بدأتش. ده الشغل صعبة، يعني دي الشغل صعبة هكذا. علي يتكلم لغة فصحى أنا لم أبدأ ما بعد، يعني أنا لم أبدأ بعد. هل الأمر صعب؟ واللغة المصرية أنا لسه ما بدأتش يعني لم أبدأ ما بدأتش ما بعد ما بدأتش. وهنا لم أبدأ لغة فصحى. هل الأمر صعب يعني دي الشغل صعبة هكذا. وهناك محمد يرد على علي يتكلم ليس صعبا ولكنه يحتاج إلى وقت وصبر. عليك أن تبدأ مبكرا حتى لا تتأخر. محمد رد على علي واللغة المصرية مش صعبة، أو بعض الناس يقول مش صعبة. يعني واحد سألني مش، لو أنا أتكلم مش يعني هو ينفع، يعني يمكن أن أتكلم مش، أو يعني مش صحيح أو مش صحيح. يعني مثلا هنا مش، دي كلام المش. لو أنت يعني رحت أو لو أنت ذهبت إلى مكان السوبر ماركت أو عطارة، أي مكان هناك يبيع جبنة. لو أنت رحت أو ذهبت هناك، لو أنت تتكلم أنا أريد مش يعني نوع من الجبنة. يعني مصريون أو يعني هم يعني يحبون كثيرا، يعني هم يحبوا كثير. طيب لو مش تتكلم في اللغة يعني مش أعرف أو مش أعرف هكذا، يعني مش أعرف مش نفس المعنى في الكلمة أو في الكلام. لكن مش لو تتكلم في مكان الأكل، أو مثلا في مكان الجبنة أو جبنة، هم يفهم أنت تريد مش يعني نوع من الجبنة. فهمت؟
يعني مش ده نوع من الجبنة لو أنت تتكلم هناك عند محلات، لكن مش أعرف أو مش صعبة أو مش صعبة حاجة يعني ما فيش مشكلة، عشان كثيرون هم يستخدمون مش صعبة، مش صعبة. بعض الناس يستخدمون من أهل الصعيد لو بعض الناس موجود من سوهاج أو قنا يعني دي محافظة. طيب من محافظة قنا أو من محافظة يعني أسيوط، وكمان موجود ويوجد أيضا من محافظة سوهاج. كثير الناس هم يستخدمون مش صعبة هكذا، مش صعبة أو مش صعبة. لكن نحن نستخدم في مصر مش كثير، يعني أوقات كثير نتكلم مش صعبة أو مش أعرف أو مش أعرف أو مش آكل هكذا. طيب في اللغة الفصحى ليس صعبا ولكنه يحتاج إلى وقت وصبر، عليك أن تبدأ مبكرا حتى لا تتأخر. وهناك لغة عامية مصرية مش صعبة تكلمنا أو مش صعبة بس عايز وقت طويل، وهتبدأ الشغل سرعة عشان ما تتأخرش. مش صعبة بس يعني فقط عايز وقت طويل، بس عايز وقت طويل يعني مثلا ليس صعب يعني مش صعب، ولكنه يحتاج إلى وقت وصبر. يعني ما بعد هنا نتكلم في اللغة العامية المصرية، نتكلم بس عايز وقت طويل، عايز يعني يريد وقت طويل، يعني وقت طويل يعني وقت طويل والصبر هكذا الأشياء، يعني عايزين وقت طويل أو يريد وقت طويل. وهتبدأ الشغل سرعة، هتبدأ يعني ستبدأ يعني هتبدأ الشغل يعني عمل، هتبدأ العمل أو هتبدأ الأمور، يعني ستبدأ الأمور سريعا هكذا. هتبدأ الشغل سرعة عشان ما تتأخرش. نتكلم لا تتأخر في اللغة الفصحى، وفي اللغة العامية المصرية نتكلم ما تتأخرش هكذا. ما بعد مش صعبة بس عايز وقت طويل، وهتبدأ الشغل سرعة عشان ما تتأخرش هكذا هم يتكلمون. بعدين علي يتكلم صحيح. وماذا عن المنحة؟ هل قدمت عليها؟ باللغة العامية نتكلم صح. المنحة قدمت عليها. نحن تكلمنا أو عرفنا في القاف إما نتكلم همزة إما نتكلم غين. طيب لو نتكلم هنا غين نتكلم قدمت. المنحة قدمت عليها، أو المنحة قدمت عليها هكذا. ومحمد يتكلم نعم قدمت طلب المنحة مع الأوراق المطلوبة، جواز السفر والشهادة وصورة شخصية. وهنا لغة عامية يرد يعني قدمت تكلمنا إما أو غا. طيب قدمت يعني قدمت هكذا، قدمت يعني قدمت طلب المنحة مع الأوراق المطلوبة. معلش هنا يكون مع الأوراق. قدمت طلب المنحة مع الأوراق المطلوبة، جواز السفر والشهادة وصورة شخصية. برضو يعني أيضا نحن عرفنا جيم المصريون هم يستخدمون على نوعان، جيم أو غين. طيب لو نتكلم غين نتكلم جواز السفر. لو نتكلم جيم بالجيم نتكلم جواز السفر هكذا. طيب ما بعد محمد يعني نعم. قدمت المفروض قدمت، لكن نتكلم قدمت أو قدمت طلب المنحة مع الأوراق. قدمت طلب المنحة مع الأوراق المطلوبة، أو قدمت طلب المنحة مع الأوراق المطلوبة. هنا أوراق أو أوراق، إني قدمت طلب المنحة مع أوراق المطلوبة هكذا، أو قدمت طلب المنحة مع أوراق المطلوبة. بعدين جيم إما نتكلم جيم أو غين، جواز السفر أو جواز السفر والشهادة وصورة شخصية هكذا. بعدين علي يتكلم وهل جاءك رد؟ هنا لغة عامية. علي تكلم طيب هم رد عليك. محمد تكلم ليس بعد، قالوا إن النتيجة ستظهر بعد أسبوعين. لغة فصحى. واللغة عامية يتكلم
لسه. لسه يعني ليس بعد. لسه. قالوا النتيجة هتظهر بعد أسبوعين. هنا نحن عرفنا قاف يعني همزة أو غين. طيب بعض الناس يقول قالوا، بعض الناس يقول قالوا. طيب قالوا النتيجة، نتيجة أو نتيجة. قالوا النتيجة هتظهر بعد أسبوعين، أو قالوا النتيجة هتظهر بعد أسبوعين، أو قالوا النتيجة هتظهر بعد أسبوعين، كله سواء. بعدين علي يتكلم إن شاء الله. إن شاء الله تقبل. أنا سأقدم غدا. أنا سأقدم غدا. علي يتكلم إن شاء الله هتقبل، يعني قاف يعني همزة أو قاف يعني غين، هتقبل أو هتقبل. أنا هقدم بكرة بالغين، هقدم بكرة، أو بالهمزة أنا هقدم بكرة، هكذا. إن شاء الله هتقبل، أنا هقدم بكرة، أو إن شاء الله هتقبل، أنا هقدم بكرة، هكذا هم يتكلمون. بعدين محمد يتكلم تأكد أن تكون أوراقك كاملة ولا تنسى عمل سورة من كل مستند. لغة فصحى. وهنا لغة عامية. محمد يتكلم خلي بالك. خلي بالك. خلي بالك يعني ركز معك. خلي بالك يعني ركز، هكذا الأشياء. يتكلم محمد خلي بالك الأوراق هتكون كاملة. الأوراق هتكون كاملة. الأوراق إما غين إما همزة. طيب لو همزة نتكلم الأوراق. الأوراق هتكون كاملة، أو الأوراق هتكون كاملة. ما تنساش هتعمل صور من كل ورقة. ما تنساش هتعمل صور من كل ورقة، أو ما تنساش هتعمل صور من كل ورقة، هكذا. طيب هنا محمد تأكد أن تكون أوراقك كاملة ولا تنسى عمل صورة من كل مستند. وهنا اللغة العامية مصرية نتكلم محمد خلي بالك الأوراق هتكون كاملة. لو نتكلم بالغين نتكلم الأوراق. الأوراق هتكون كاملة. ما تنساش هتعمل صور من كل ورقة، أو ما تنساش هتعمل صور من كل ورقة. ما تنساش. ما تنساش يعني لا تنسى. لا تنسى في الفصحى لا تنسى. ما تنساش. لا تنسى. ما تنساش. وهناك عرفنا هناك عرفنا فين يعني نعم لا تتأخر ما تتأخرش. لا تتأخر ما تتأخرش، هكذا. لا تنسى ما تنساش. بعدين جزاك الله خيرا. وبالنسبة للجدول الدراسي هل تغير؟ لغة فصحى ولغة عامية. علي يتكلم الله يخليك كثير يعني كثير الناس أو بعض الناس أو كثير الناس في مصر هم يستخدمون الله يخليك. والله يخليك هم يستخدمون للدعاء، يعني أول يعني أهم حاجة النية في قلبهم. لكن لو أنت تشرح في اللغة العربية والله يخليك، والله يعني ربنا، خليك يعني ربنا يتركك، هكذا. خليك يعني ربنا يتركك. لكن هم يستخدمون على نيتهم يعني موجود في الدعاء، يعني ربنا يبارك فيك، أو الله يرزقك، أو الله يكرمك، هكذا الأشياء. يعني والله يخليك هم يتكلم كثير الأماكن والله يخليك والله يخليك والله يخليك، هكذا. لكن عندما هم يتكلم والله يخليك أنت تفهم هم مش دعا عليك، هم دعا لك يعني والله يخليك، لكن نيتهم هم يدعو للإنسان أو للناس. بعدين والله يبارك فيك أو الله يبارك فيك، هم يتكلم والله يخليك والله يخليك كثير الأوقات، لكن نحن نتكلم والله يبارك فيك، إن أحسن الله يبارك فيك أو الله يكرمك أو الله يجزيك، هكذا. بعدين الجدول جدول إما جدول إما جدول. طيب الجدول السنة دي اتغير. الجدول السنة دي اتغير. وهنا لغة فصحى جزاك الله خيرا. وبالنسبة للجدول الدراسي هل تغير؟ وهنا يعني عامية مصرية والله يخليك يعني خلاص نتكلم والله يبارك فيك والله يبارك فيك أو الله يكرمك. الجدول السنة دي اتغير، أو
الجدول السنة يتغير هكذا. بعدين محمد يتكلم نعم الأسبوع الجديد يبدأ بدرس الفقه ثم القرآن ثم النحو في اليوم الثاني. لغة فصحى ونتكلم في اللغة العامية. محمد يعني نعم الأسبوع الجاي بنبدأ الفقه بعدين القرآن والتاني اليوم نحو. محمد يقول ايه؟ محمد يتكلم يعني نعم الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي يعني أسبوع القادم، أسبوع القادم أو أسبوع الجديد هكذا. أسبوع الجاي يعني هم يستخدمون الأسبوع الجاي، يتكلم جاي. الأسبوع الجاي بنبدأ بالفقه، بنبدأ بالفقه يعني سنبدأ بالفقه بعدين القرآن والثاني اليوم نحو، والثاني اليوم نحو. بعدين علي يتكلم وهل الحصص تبدأ الساعة 8 صباحا كالمعتاد؟ يعني لغة عامية نتكلم. علي يتكلم والحصص، الحصة حصة أو حصص، حصص يعني جمع. الحصص بتبدأ الساعة 8 الصبح زي كل يوم. الحصص بتبدأ الساعة 8 الصبح زي كل يوم، يعني لغة عامية مصرية. ومحمد يرد على علي نعم ولكن يوم الخميس نخرج مبكرا. نعم ولكن يوم الخميس نخرج مبكرا. واللغة العامية مصرية نتكلم. محمد بس يوم الخميس هنطلع بدري. بس يوم الخميس، بس يوم الخميس هنطلع بدري. هنطلع بدري يعني نخرج، سنخرج مبكرا، بدري مبكرا. بعدين علي يتكلم الحمد لله هذا أفضل، عندنا وقت للمراجعة. اللغة العامية علي الحمد لله أو الحمد لله كده أحسن، هنلاقي وقت للمراجعة. أو نتكلم هنلاقي، هنلاقي يعني سوف نجد هكذا. هنلاقي أو هنلاقي يعني سنجد، سنجد وقت للمراجعة، يعني عندنا وقت للمراجعة سنجد هكذا. طيب في اللغة العامية المصرية نتكلم هنلاقي، هنلاقي أو هنلاقي. طيب الحمد لله كده أحسن، هنلاقي وقت، هنلاقي وقت للمراجعة أو هنلاقي وقت للمراجعة هكذا. طيب محمد نعم وإن شاء الله ننتهي من كل الإجراءات هذا الأسبوع. لغة فصحى. واللغة العامية محمد هنخلص كل الإجراءات الأسبوع ده إن شاء الله. هنخلص كل إجراءات الأسبوع ده إن شاء الله. هنخلص يعني سننتهي كل الإجراءات، كل الإجراءات، كل إجراءات الأسبوع ده، يعني هنخلص كل الإجراءات دي الأسبوع إن شاء الله. يعني دي يكون يعني هذا اللفظ لو نحطه، لو نضع هنا يكون أحسن أو أفضل. يعني يعني نعم هنخلص كل إجراءات ده الأسبوع إن شاء الله. هنخلص كل إجراءات دي الأسبوع إن شاء الله، يعني كل إجراءات نحن سننتهي هذا الأسبوع. بعدين علي يتكلم بإذن الله شكرا لك على النصائح. وهنا نتكلم بإذن الله متشكرين يا صاحبي، متشكرين. بعدين محمد يتكلم لا شكر على واجب، بالتوفيق يا علي. وانا اتكلم لغة يعني عامية. محمد يقول العفو، العفو ربنا يوفقك. طب نحن نراجع مرة ثانية. بس نحن نتكلم العامية مصرية علي ومحمد، يعني نحن عرفنا الحوار بين الطالبين. طيب علي السلام عليك يا محمد، عامل النهاردة؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا حاله، وإنت؟ علي أنا كويس، ربنا يجزيك، ربنا يجزيك أو ربنا يكرمك هكذا. أنت بدأت إجراءات الإقامة؟ محمد رحت إدارة الوافدين وعملية استمارة الإقامة. علي تمام، كنت محتاج أي ورقة من السفارة؟
محمد طلبوا إني أوثق الشهادة من السفارة والخارجية. علي أنا لسه ما بدأتش، ده شغل صعبة. محمد مش صعبة، بس عايز وقت طويل، وهتبدأ الشغل بسرعة عشان ما تتأخرش. علي صح. المنحة قدمت عليها؟ محمد قدمت طلب المنحة مع الأوراق المطلوبة، جواز السفر والشهادة وصورة شخصية. علي طيب هم رد عليك؟ محمد لسه، قالوا النتيجة هتظهر بعد أسبوعين. علي إن شاء الله هتقبل أو هتقبل، أنا هقدم بكرة، أو أنا هقدم بكرة. إن شاء الله هتقبل، أنا هقدم بكرة. محمد خلي بالك الأوراق هتكون كاملة، ما تنساش هتعمل صور من كل ورقة. علي والله يخليك، يعني والله يبارك فيك. الجدول السنة دي يتغير؟ محمد الأسبوع الجاي بنبدأ بالفقه، بعدين القرآن، والتاني اليوم نحو. علي الحصص بتبدأ الساعة 8 الصبح زي كل يوم؟ محمد بس يوم الخميس هنطلع بدري. علي الحمد لله كده أحسن، هنلاقي وقت للمراجعة، أو هنلاقي وقت للمراجعة كذا. محمد هنخلص كل إجراءات الأسبوع دي إن شاء الله. أو محمد يتكلم هنخلص كل إجراءات دي الأسبوع إن شاء الله. علي بإذن الله، متشكر يا صاحبي. محمد العفو، ربنا يوفقك. طيب يا إخواننا، نحن انتهينا اليوم، إن شاء الله سوف نرجع في فيديو تاني جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.